كتير قوي لما بنتعرض لضغوط في حياتنا بنسمع جملة اعتزل ما يؤذيك. جملة سمعناها كتير قوي واتعمل عليها فيديوهات كوميك كتير قوي برضو. الكلام جميل وسهل لو اللي هيأذيني ده خارج دايرة حياتي واقدر فعلا اعتزله، لكن لو اللي هيأذيني جوه دايرة حياتي ومفروض عليا، لو هو الشغل، البيت، عربيتي اللي بتبوظ كل شوية مثلا، او علاقة مش هينفع اخرج منها او اعتزلها زي الاخوات والقرايب، اعمل ايه؟ ههرب منهم ازاي؟ الحقيقة اللي مهم نعرفها ان في حاجات في حياتنا مش دايما هنقدر نغيرها، بس ممكن جدا نغير مفهومنا ناحيتها او حتى طريقة تعاملنا معاها، ودي النقطة اللي محتاجين نعدل فيها الجملة ونعيد صياغتها من اول وجديد. يعني مش هيبقى دايما اعتزل ما يؤذيك، اوقات لازم نتعلم ازاي تتعامل مع ما يؤذيك، تعرف ترد على الأذى ازاي من غير ما تشيل في نفسك، تعرف تحمي حدودك حتى لو ما قدرتش تبعد، تعرف تخلق لنفسك مساحتك الأمنة حتى وسط الدوشة اللي حواليك. ولو في سلبيات في حياتي ممكن أتعلم ازاي أعمل منها إيجابيات، زي الضغوط مثلا ممكن تعلمني أنظم وقتي، أو لو في شخص مؤذي في حياتي ممكن أتعلم ازاي أرد أذاه وأقول برضو الحمد لله إني مش زيه. التعب والإرهاق دايما بينبهوني إني لازم أوقف شغل وارتاح شوية. رجوعنا الهادي مش معناه نبعد عن كل حاجة، لا، هو ممكن يكون معناه إننا نبعد عن الطريقة القديمة اللي كنا بنتعامل بيها ونخلق طريقة أجدد تريحنا فيها سلام داخلي دايما أقوى من أي أذى خارجي. لو الكلام اللي في الفيديو لمسكم واستفدتوا منه شاركوه مع حد ممكن يكون محتاجه أو محتاج يسمعه، ويبقى معانا في رحلتنا رجوع هادي. ولو مش عارفين ازاي تطبقوا الكلام ده في حياتكم اكتبولي في الكومنتات أو ابعتولي رسائل، وهنلاقي مع بعض الحل خطوة بخطوة.